ومن حماة ينضم إلينا سيد سيف الحق شاهد عيان. سيد سيف، صف لنا أجواء حماة اليوم في هذه المظاهرات التي خرجت. مساء الخير. مساء النور. رغم تهديد دوريات الأمن ورغم انتشار قوات الجيش والشبيحة ورغم القتل والاعتقال، نعم. ما زال ثوار العصر يصرون على التظاهر وما يزالون يصدون لرصاص الغدر بصدور عارية. انطلقت المظاهرات بعد صلاة الجمعة من أغلب المساجد، ففي منطقة الحاضر نعم. في منطقة الحاضر انطلقت المظاهرات من جامع المناخ وطريق حلب والحميدية، حيث أطلق رجال الأمن النار على المتظاهرين، ووقع عدد من الجرحى والقتلى. لم يصلنا إلا 6 قتلى لحد الآن، من بينهم الزميل أبو عمر الحمي عضو لجنة تنسيقيات أو الناطق الرسمي باسم تنسيقيات حماة. نعم. يعني وصلكم الآن 6 شهداء سيد سيف؟ يعني 6 شهداء. طيب. في منطقة الحميدية، حيث كان السيد الناطق الرسمي باسم تنسيقيات أبو عمر الحمي بعد من خلال مخاطبة الجزيرة تم استشهاده من ضمن 6 شهداء، هو واحد منهم. طيب. أيضا انطلقت مظاهرة. نعم. طيب، كم نعم. العدد الإجمالي للشهداء؟ أنت قلت عرفتم منهم أو وصلكم منهم 6، هل عددهم أكبر من 6؟ 5 شهداء في مدينة حماة. الريف أيضا في 5 شهداء من كفر زيتي. 5 شهداء من كفر زيتي. نعم. حماة 5 بالإضافة إلى أبو عمر الحمي رحمه الله. إذا الإجمالي في حماة 11 شهيدا حتى الآن حسب قولك. نعم نعم. أيضا في منطقة القصور وضحية أبي الفداء وغرب المشتى والبياض ومن مختلف المساجد قام رجال الأمن بإطلاق النار وإصابة بعض الأشخاص وتفريق هذه المتظاهرات. نعم. وقد سبق البارحة مساء انطلقت عدة مظاهرات مساء في مختلف مناطق حماة ومساجدها، وكانت منطقة الصابونية أكبر مظاهرة مساندة لأهلنا في رستم وحمص. ونهارا يا سيدي على مدار يومين أو الأسبوع الفائت كانت مظاهرات لطلاب المدارس، مظاهرات حاشدة. نعم. رغم تهديد دوريات الأمن لإدارات المدارس والمعلمين وقيامهم بضرب الطلاب وتهديدهم. وقد طلب رجال الأمن من مدراء المدارس تسجيل أسماء الطلاب الذين يخرجون وينشطون. هذا وقد قام رجال الأمن باختطاف مدرس التاريخ أديب هواري وإعادته جثة إلى زويه بعد تعرضه للتعذيب وإطلاق النار. متى تم اختطافه سيد سيف؟ نعم نعم. متى تم اختطافه ومتى أعادوه؟ منذ حوالي 4 أو 5 أيام. أعادوه ما قبل البارحة. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر سيد سيف، عذرا على المقاطعة، أشكرك جزيل الشكر، حدثتنا من